اهلا بيكم في جزء جديد من تغطيتنا لمعرض ايدكس 2025. طبعا احنا غطينا الاسلحة والجناح المصري بالكامل والشركات المصرية بالكامل. دلوقتي هنحاول نوعا ما نغطي اشهر الشركات الاجنبية، فهناخد جولة كده سريعة نحاول نغطي بيها اغلب الشركات الامريكية. هنا عندنا شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، يعني مش عارضين حاجة يعتبر. دي نموذج ل F-16 مصرية ومحملين عليها صاروخ الإمرام. نكمل. طائرة C-130 جي، مصر اتعاقدت على 12 طيارة من الطراز ده لاستبدال طائرات C-180H القديمة. برضو عارضين نموذج ليها. نكمل. شركة بوينج، عارضين نموذج لطائرة التزود بالوقود KC-135 وللمروحة الشينوك. لينا نكمل كده نشوف ايه تاني. شركة بوينج، بعض الشركات أنا أظن دي شركة جنرال إلكتريك وجنرال موتورز الأمريكية. طبعا هم عارضين المدرعة تمساح بما إنها بتستخدم الشاسيه بتاع الهامفي اللي هو من إنتاج جنرال موتورز AMG جنرال موتورز. تعالى نكمل شوف كده أهم الشركات. نحاول ناخد جولة سريعة في أهم الشركات، شوف عارضين ايه، خد لكم جولة اكنكم جيتوا المعرض اللي ما جالتوش الفرصة يجوا. عندنا شركة داسولت، عارضين نموذج ليه طائرة فالكون 2000، ودي طائرة مراقبة ساحلية. وعارضين نموذج ليه رافال EM بالتمويه المصري، التسليح المصري. نكمل. عندنا شركة MBDA، دي تعتبر واحدة من أكبر شركات الذخائر في أوروبا كلها. عندنا صاروخ استر 30 اللي بيصل مدى 120 كيلومتر، صاروخ دفاع جوي بيصل مدى 120 كيلومتر. صواريخ الميكا NG واللي بيصل مداها إلى 40 كيلومتر. طبعا النسخة القديمة منها ميكا بتوصل مداها ل 20 كيلومتر. نموذج للصاروخ مسترال، ده نموذج لمنظومة دفاع جوي أرضية من طراز ميكا. طبعا تقدر تحمل ميكا النسخة القديمة والجديدة، ميكا اللي هي 20 كيلومتر أو ميكا NG اللي هي 40 كيلومتر. كمل. نموذج لرافال ويورو تايفون بيشيل معظم الذخائر اللي بتنتجها الشركة. عندنا هنا صاروخ سكالب شادو أو ستورم شادو سوري من طراز سكالب، واللي مصر اتعاقدت عليه مع الرافال. عندنا هنا اليورو تايفون تحمل صواريخ الستورم شادو والقنابل صغيرة القطر. عندنا طائرة رافال برضو تحمل عدد ذخائر كلها من إنتاج شركة MBDA. كمل.
عندنا نموذج بالحجم الطبيعي ليه صاروخ ميكا إن جي اي ار، النسخة الرادارية اللي بيصل مداها 100 كيلو متر، والنسخة الحرارية اللي بيصل مداها إلى 60 كيلو متر. عندنا الصاروخ ميرت اي ار، صاروخ مضاد للسفن، بيصل مداه 100 كيلو متر، إنتاج شركة MBDA. عندنا صاروخ الإكزوست بلوك 3، واللي بيعمل مضاد للسفن، اللي بيعمل برضو على عدة قطع في مصر، بيصل مداه 180 كيلو متر. عندنا الصاروخ المضاد للدبابات إكرون MB، إنتاج شركة MBDA، برضو بيعمل في مصر خاصة مع القوات الخاصة. خلينا نكمل. مكملين معاكم شركة تاليس الفرنسية، عرض نموذج لرادار GM 400 واللي اتعاقدت عليه مصر وظهر مؤخرا في فيديوهات القوات المسلحة المصرية. عندنا النسخة الأصغر منه GM 200. عندنا بعض أجهزة الاتصالات، أجهزة المراقبة، يعني عندنا بعض الأنظمة الخاصة بهم. ده الصاروخ 70 ملي اللي بيعمل على المنظومة المصرية اللي صورناها في الشركة العالمية للبصريات، العربية العالمية للبصريات. هنا شركة هانو كوريا الجنوبية، طبعا اللي حصلت منها مصر على رخصة تصنيع كي 9A1. دي راجمة الصواريخ الخاصة بيهم كي 239، برضو هي راجمة متعددة الأعيرة، تشيل أعيرة من أول 220 ملم حتى 600 ملم. دي نماذج للصواريخ الخاصة بيها 220 ملم، ودي 300 ملم و600 ملم. الدنيا دي قذيفة المدفعية 155 ملم الموجهة بالGPS اللي بيصل مداها 100 كيلو متر. بتمنى يكون مصر تعاقدت عليها ضمن الصفقة. طبعا عندنا هنا المركبات الخاصة بالكي 9A1. هنا الكي 9A1 يجي كي 10 كي 11 والكي 12 ده ونش انقاذ، بس لم تتعاقد عليه مصر في الصفقة، او من الممكن ان تعاقدت عليه ولكن لم يتم الاعلان. ولكن من غير المعلن ان مصر تعاقدت على الكي 12. دي بعض المدرعات من انتاج الشركة، مدرعات نقل ومدرعات قتالية ثقيلة، تيجوان 4x4، تيجوان 6x6، تيجوان 8x8. ودي مدرعة قتالية ثقيلة. حد مش عايز يجي، دي حاجة بتاعتي. كمل. عارضين برضو النموذج لمنظومات الدفاع الجوي الخاصة بيهم MSAM، منظومة متوسطة المدى مماثلة نوعا ما للأيرست SLM. ويلسام وهي النسخة بعيدة المدى منها. طبعا الإمسام من المنظومات المشهورة واللي اتعاقدت عليها دول زي الإمارات والسعودية،
والعراق. نكمل. وهنا برضو الصاروخ المضاد للدبابات تايجرز، واللي فيه مناقشة حاليا لتصنيعه في مصر برضو. نكمل. عندنا هنا شركة نافال جروب فرنسية تصنيع السفن، برضو عارضين نموذج لبعض السفن الخاصة بيهم. احنا عايزين ايه؟ معرض خلاص فاضل له اقل من نص ساعة ويقفل، فعايزين نحاول نغطي شوية شركات اخرى قبل ما المعرض يقفل. هنا شركة فيكانتيري او ترسانة فيكانتيري الايطالية. ده نموذج للفرقاطة فريم بنجاميني، واللي بتملك مصر منها نسختين. نكمل. سفينة إمداد وتموين إيطالية. نكمل. مش عارضين حاجات كتيرة يعتبر. شوف شركة تانية. وده جناح آخر من المعرض، ممكن نتفقدها نشوف ايه أهم الشركات الأجنبية اللي موجودة فيه. يعني شايف هنا شركة هندية، هنديا بافيليون، قدمها بعض الصواريخ مضادة للسفن وصواريخ كروز وصاروخ أكاش الدفاع الجوي. نكمل كده. يعني ودي شركة سلوفاكيا مقدمة زي تطوير لمنظومة شيلكا، مقدمة برج قتالي ضمن مدفع 25 ملم. نكمل. روسيا، تعالوا نشوف روسيا عارضة ايه. ده جزء هندي، عارضين صاروخ راموس الهندي الروسي المشترك. ده جزء روسيا. شركة الماظ انتاي متخصصة في أنظمة الدفاع الجوي. شوفوا معارضين ايه. لها نماذج. نماذج لعدة رادارات. طبعا أشهرهم الرادار ريزونانس NG اللي موجود في مصر. عدة رادارات أخرى. كمل. دول عارضين نماذج لمنظومات دفاع جو مختلفة. عندنا نظام الدفاع الجوي تور M2، نسخ مختلفة منه. نسخة المخصص للسفن تور M2 KM مخصصة للسفن، تور M الأرضية، ودي بالتمويه المصري. عندنا عارضين نموذج كبير شوية منظومة الدفاع الجوي انتاي 4000، وهي تعتبر النسخة المحدثة من انتاي 2500 أو S300 VM اللي موجودة في مصر. الفرق ما بين النسخة دي والنسخة المصرية طبعا أكيد إن دي أكثر تطورا من حيث الإلكترونيات، ده غير طبعا أكيد المدى. انتاي 2500 مداها الأقصى 250 كيلومتر، لكن دي بيوصل مداها الأقصى 400 كيلومتر. والانتاي 2500 تقدر تصدر الصواريخ لغاية مدى 2500 كيلومتر، لكن دي بتقدر تصدر الصواريخ لغاية مدى
4000 كيلو متر. طبعا منظومة مخصصة للتصدي للصواريخ البالستية الثقيلة. نكمل منظومة بوك ام 3 او فايكنج. طبعا مصر بتملك كل النسخ القديمة منها، بوك ام 1 بوك ام 2. كان في كلام قبل الحرب الروسية الأوكرانية إن مصر تعاقدت على البوك ام 3، بس بعد الحرب الروسية الأوكرانية ما فيش أي أخبار عن الموضوع ده. بعض الرادارات الأخرى، ودي شركة الطيران الروسية. عندنا هنا عارضين برضو نموذج للكيموف ونموذج للسخوي 75 أو 57 آسف، الطائرة الشبحية سخوي. وعندنا الإليوشن 78. وده منظومة الدفاع الجوي اس 350 اس. طبعا من المنظومات الكويسة جدا، ونتمنى ان مصر تتعاقد عليها كبديل لمنظومات قديمة كالسام 2 والسام 3. طبعا هنا يعني الجناح ده من المقربين للقلب في الدفاع الجوي. عندنا الاس 350، عندنا البوك ام 3 فايكنج، وعندنا الانتي 4000. يعني انا نفسي اخد كل الحاجات دي وانا مروح. نشوف اي شركة تانية. عندنا شركة ايرباص، عندنا عرض نموذج ليه طائرة التزود بالوقود اي 330. طبعا بنتمنى نشوفها في القوات الجوية المصرية. في عدة مرات اعلنوا ان في تفاوض، بس ما نعرفش ليه لغاية دلوقتي الصفقة دي ما تمتش، مع انها من الحاجات المهمة جدا. عندنا سي 295 كاسة اللي بتعمل في القوات الجوية المصرية بعدد 24 طائرة، طائرة نقل تكتيكي. خلينا نشوف جناح الامارات. شركة امريك. عندنا هنا عارضين قنابل الطارق، واللي مصر بتستخدمها على طائرات الاف 16 طائرات الميراج 2000. يعني الامارات تعتبر من اكتر دولة عربية متطورة في الصناعات الدفاعية. يعني متفق تختلف، بس هي اكتر دولة متطورة في الصناعات الدفاعية، وعندها عقود تصديرية. عندنا لانش الصواريخ فلاج، واللي بتملك فعلا عقود تصديرية لانش الصواريخ فلاج. عندنا عدة قطع بحرية إماراتية. عندنا دي قنبلة الطارق الحجم الطبيعي، وزي ما قلنا اللي مصر بتستخدمها على طائرات الاف 16 طائرات الميراج 2000. طبعا المكان فاضي لان ايه خلاص يعني شوية وهيطردونا. ان شاء الله ايه نحاول في ال10 دقايق دول ايه نلقط كام صورة كده. عندنا هنا قاعة اخرى، دي القاعة اللي احنا كنا بدأنا بيها، اللي هي فيها الجناح المصري، فيها ايضا الجناح الصيني. طبعا الجناح الصيني ده الجناح الصيني ده بخشه في اي معرض. يعني انا بحضر معارض كتير منها معرض سيارات، معرض الكترونيات. خش الجناح الصيني يعني تفهمش مين بيعمل ايه، مين بيصنع ايه. شركات كتير قوي. طبعا شركتك الصينية، شركة الصناعات الجوية الصينية، واحدة من اشهر الشركات. بتصنع طبعا الجي 35 والواي 20 والجي 10 سي، كاتبين عليها جي 10 سي اي. عندنا هنا
عارضين ايضا نماذج للطائرة تدريب L15A وكي 8 اللي كان بيتم تصنيعها في مصر. نكمل. دي شركة الدفاع الصينية تنتج منظومات دفاع جوي زي ال HQ-16. عندنا عارضين مجموعة من الأنظمة HQ-16 LY-70 مشابه للبانسر الروسي، طائرة بدون طيار CH-9. طبعا زي ما قلت لكم ايه، انت بتخش المعرض الروسي متعرفش مين بيصنع ايه ومين مسؤول على ايه. شركات كتير. عندنا هنا شركتين متخصصين في الأنظمة الرادارية وأنظمة الدفاع الجوي، أو 3 شركات جنب بعض. عندنا هنا منظومة HQ-17 ودي النسخة الصينية من المنظومة الروسية تور ام FK-2000 FK-3000. عندنا منظومة FD-2000 HQ-9B واللي كان فيه أخبار إن مصر هتتعاقد عليها، بس الأخبار دي حتى الآن غير مؤكدة. عندنا صواريخ مضادة للسفن، منظومات دفاع ساحلي. عندنا هنا عدة منظومات رادارية صينية. كمل. عندنا ده تساند بناء السفن الصينية CSSC، دي من أشهر شركات أو ترسانات السفن في الصين. دي على ما أظن مدمرة، هم مش كاتبين، هم كاتبين بس فرقات 6000 طن. بس دي نموذج للمدمرة طيب 52 دي. ودي مكتوب عليها بس فرقات 4000 طن، بس دي باينة أو إنها طيب 54 بي، فرقاتها طيب 54 بي. عدة سفن أخرى صينية، عدة نماذج لسفن صينية. عندنا هنا عدة راجمات صواريخ وعدة أنظمة صواريخ باليستية وصواريخ كروز أرضية، صواريخ مضادة للسفن. الجناح الصيني ايه، أنا عمري ما دخلته، حسيت إن أنا فاهم حاجة، بس ايه، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. خلاص للأسف بينادوا علينا عشان المعرض هيقفل. بتكون دي نهاية حق الجزء الثالث من تخطيطنا لمعرض إيدكس 2025 ونهاية رحلتنا في تخطيط المعرض. أتمنى يكون رحلة تخطيط المعرض عجبتكم، وأتمنى يكون تصويرنا والمعلومات اللي قلناها عجبتكم، حسيتكم ان انتوا حضرتوا المعرض بنفسكم. اتمنى ان اي حد كان نفسه يحضر المعرض وما حضرش يكون انبسط بالفيديوهات دي. واتمنى لو عجبكم الفيديوهات دي تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة، واستنونا ان شاء الله. لو اذن رب العالمين هنعمل تغطية شاملة برضو لمعرض إيدكس 2027. شكرا لكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.